ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يعني مش عارف اقول لكم ايه ولا ايه. الف مبروك على هزيمه النادي الاهلي. والله العظيم بصوا، انا لو لابس احمر يعني فخور بهزيمه النادي الاهلي. طبعا هو الاحمر يعني مش عشان النادي الاهلي بس، واحد بيلبس احمر عشان منتخب مصر عشان انديه تانية. بس عامه يعني هنقول ان انا لابس احمر عشان خاطر بشجع النادي الاهلي. فالف والله العظيم ومن قلبي اقسم بالله على هزيمه النادي الاهلي. هزيمه يستحقها لبصوا الاسباب كتير جدا جدا جدا، سواء ظلم وتعريض من الاتحاد على الرابطه على دوري السنه اللي فاتت متاخد، والفيفا قايل لك انا مش هينفع احكم فيه عشان مع انه مخالف للائحه، بس عشان الرابطه محصنه القرار بتاعها. فجر اقسم بالله. بس ربنا فوق بقى ايه يدي. النهارده الاهلي لعب ماتش 10-10 الشوط الاولاني. الطبيعي الاهلي يطلع كسبان 3-0، ولو طلع الشوط الاولاني كسبان 3-0 كان الترجي فتح الشوط الثاني كان الاهلي هيشيله 6-7. بس هو ربنا خلى الدنيا ما تمشيش عشان تمشي كل حاجه بالعكس. حتى الماتش هناك في تونس الاهلي هناك كان ليه ضربه جزاء، وبس طبعا ضربه الجزاء اللي اتحسبت عليه دي 100% صحيحه. بس هم قالوا على حكم هناك فاجر بس عشان ما حسبش ضربه جزاء. طبعا احنا النهارده شفنا في ضربه الجزاء بتتحسب على الترجي، دي كانت زيها بالظبط للزمالك ما اتحسبتش بس عشان حكم مصري. لكن طالما الحكم مش مصري الاهلي هيتحكم عليه بضربات الجزاء وهيخسر. والجون التعادل ده لو كان هنا في مصر كان الفار قعد 20 ساعه وطلعها، وكان طلعها طبعا فاول كالعاده زي مباراه زد وغيرها يعني، والمقاولين والكلام ده كله. فالنادي الاهلي الحمد لله ان هو مش موفق، ده بسبب حاجات كتير جدا. اولهم السنه اللي قبل اللي فاتت لما مشوا كولر جاب لهم 11 بطوله. الجبابره موصلهم 3 نهايات ومنهم واخدين بطولتين الجبابره. 11 بطوله. ويمشوه ويربطوه بالازايز ويشتموه ويقول لك يا راجل، ده انا عاوز مدرب يديني بطوله واحده. انت من جحدانك واخد مع مدير فني 11 بطوله وعامل اداء عالمي قبل كده. انا قلتها بصراحه. الاهلي كان في مره من المرات عمل اداء حلو جدا في كاس العالم للانديه، يعني البطوله اللي هي كانت اللي هي الوديه دي. بس كان عمل اداء حلو يعني، كان بيخسر بس كان بيشيلها بالاربعات، بس كان بيلعب كوره يعني فاهمين. فقلت الراجل ده جامد ومش عارف إيه. المهم يعني الاهلي شتمه ومش عارف ايه ومشاه. وبعد كده الحاجه التانيه كلهم جايين على الشناوي ده ياما شال النادي الاهلي. بصوا انا راجل زملكاوي بس في حاجات لازم اقولها الحق يعني. الشناوي ده ياما شال النادي الاهلي. ده كفايه ان هو بطوله القرن لما شال انفراد من في ماتش القرن، شال انفراد من مصطفى محمد، ده كان نحكي الموضوع خلص. وشال هو طبعا انا معاكم ان هو الفتره دي مستواه قل كتير جدا، بس بدل ما يقف معاه فاشخينه وحاطينه. والباشا التاني بقى شوشو ابو شوبير الصغير عامل لجان ومسلط اللجان كله هجوم على الشناوي عشان ابنه يقف اساسي. ادي النهارده ابنه وقف اساسي النهارده وامبارح، قصدي الماتش اللي فات في الذهاب والعوده وشال اهو. ده راجل، ده الترجي اول ما يكسب النادي الاهلي راح جاي يا راجل، مع ان النادي الاهلي في الماتشين متفوق. يعني سبحان الله هي ربنا. عشان موضوع الشبيه والحاجات دي كلها. انا مش الشبيه وحش بس لا، الشناوي ما ينفعش بيحصل بصراحه مع الشناوي ده. فربنا ده ايه بيديهم. طبعا وده طبعا اكيد عامل نفسنا ما بين الشناوي وما بين اسمه إيه ده شوبير. لان الشناوي بصراحه كان في فتره كان النادي الاهلي ما عندوش فيهم حراس مرمى، كان هو اللي شايل النادي الاهلي. وده وضحى باحتراف وضحى بكذا حاجه، وفي الاخر ده اللي بيحصل فيه. فالنادي ما عندوش مبادئ، ما عندوش يما حاميني المهم يعني. فده بيحصل فيه برضه، بيحصل ده النهارده عشان القرف. والتاني حاجه برضه والاخيره او مش الاخيره يعني، عشان الصفقات المكايده. الراجل ده محمد رمضان لعب 6 ماتشات، لعب 4 مع الترجي وماتشين مع النادي الاهلي خسرهم كلهم واتخذ رايح جاي. حاجه فظيعه. يعني كان بيلعب مع الترجي، لعب 4 ماتشات مع الترجي ضد الاهلي خسرهم كلهم رايح جاي. لا، جه الاهلي لعب مع الترجي ماتشين والاول مره في تاريخ الاهلي يخسر رايح جاي. حاجه مع الترجي يعني، هو كده خسر رايح جاي من كذا فريق. بس بقول لكم يعني حاجات بصوا. ده كل ده ليه؟ مع ان النادي الاهلي قلت لكم ورقيا اقوى فريق على اقوى سكواد رقميا وتسويقيا وكل حاجه، لكن على الملعب سفت. ولولا زي ما قلت في الدوري المصري ان الحكام بيلحقوه كان النادي الاهلي اصلا ما كانش طلع من السبعه الاوائل. شوف كام ماتش ما اتحسبش عليه ضربه جزاء، وشوف كام ماتش اخذ ضربات جزاء مش ضربات جزاء، وشوف كام ماتش اتحسب له بال 70 و80 وقت بدل ضاع عشان يتعادل او يكسب. فمهازل يا جماعه بتحصل، مهازل كل ده عشان القرف اللي احنا بنشوفه في الدوري المصري، والحكام اللي بين 60 في 70 اللي بتحكم النادي الاهلي واللجان. خلاص احنا دلوقتي احنا عارفين. بعد ما الاهلي خرج وده انا اللي قلته. ابص قابلني اشوف حكم ذكر يحسب ضربه جزاء على النادي الاهلي.
او لو الاهلي كان خسران او متعادل هتلاقي ضربه جزاء من اي لمسه، هتلاقي وقت بعد ضاع 90 ب 90 دقيقه، هتلاقي لغايه ما يتعادل، او يعني لو كان خسران يبقى يتعادل، لو كان متعادل يكسب وايه والكلام ده. احنا لسه ده احنا هنشوف 6 ماتشات في الدوري للنادي الاهلي مهازل، وهتشوف بقى في المقابل حاجات بنت 60 في 70 بتحصل مع نادي الزمالك. يبقى ليه ضربه جزاء ما ياخدهاش، ليه مثلا وقت بدل ضاع ما ياخدوش، هيضغطوه في الماتشات. كل ده يحصل ليه؟ عشان الاهلي لازم يطلع ببطوله، ما ينفعش يلعب، ما ينفعش يصرف المصاريف دي كلها ويطلع ببلاش ولا بطوله. وطبعا احنا عارفين عندنا مجلس ده ضعيف وهلهوله، فما بياخدش حقنا. بس انا بقول لكم ايه، توقعوا ده بس ان شاء الله ربنا قادر كريم ان ايه، ان احنا بضعف ادارتنا وبالوساخه بتاعت اتحاد الكوره والرابطه ان الزمالك ان شاء الله ياخد الدوري، ياخد ايه بطوله الكونفدراليه. ادي الزمالك اساسا ما هو دلوقتي يعتبر الفريق الوحيد اللي فاضل في الاربع انديه المصريه. النهارده الثلاثه خرجوا، فاضل الزمالك، فاتمنى ان شاء الله الزمالك بكره يكسب، وبعد كده ايه ياخد بطوله الكونفدراليه وياخد الدوري ان شاء الله. الحاجه بقى اللي هتلاقي اليومين دول ان هم ايه، هيجوا طبعا ايه الاعلام هيشيل مين بقى الليله كلها في نادي الاهلي؟ اللعيبه. هو طبعا اللعيبه لازم تشيل، اللعيبه دي اساسا زي ما قلت لك ما فيش بركه. جميع اللعيب دافعين فيه 600 مليون جنيه، اكتر من نص مليار. زيزو صفر، صفر في كل حاجه. خليهم، انا بالعكس انا والله العظيم لما بشوف التشكيله ببقى فرحان. ليه؟ عارف النادي الاهلي ناقص لعيب. غير بقى النفسنه اللي حصلت ما بين اللعيبه، غير زي ما قلت قبل كده مفيش حد عاوز يجدد وكله ماشي نهايه الموسم. ده انت لسه شفت حاجه؟ كل ده عشان لعيب واحد بس يجدد، وجابوا لعيب زيه بس. تريزيجيه على الاقل بصراحه تريزيجيه لا النادي الاهلي من غيره كان راح في 60 داهيه. تريزيجيه الوحيد اللي فعلا يستاهل الفلوس اللي بياخدها. وده انا قلت قبل كده، قلت تريزيجيه هيبقى احسن صفقه الاهلي عملها في الفتره اللي فاتت، واللي كان هيبقى زيه احسن برضه بن شرقي. بس بن شرقي عشان ما لما جه بقى زيزو وجات الصفقات دي كلها، فهو حاسس ان هو متهمش. فطبعا ايه، انتوا عارفين اسمه ده بن شرقي من اللعيبه اللي هي اللي لازم تعملها نفسيه. ما هو كان بقى معانا عندنا في الزمالك، فانا اهو بديكوا هنت اهو. تعاملوا كويس، هتلاقيه بيدي في الملعب، حتى مش هتديله قيمته كده وبتاع، هتلاقيه ايه عامل زي المقش كده شبه عبد الحليم عبد الحليم حافظ، مش هيديك حاجه. فانت هتلاقي بقى الليله كلها النهارده ان هو ايه، عاوزين يشيلوا مدرب الليله كلها، وان هو اللي وحش وهو اللي كخه، ومش قادرين يعرفوا ان مهما جابوا مدير فني، ده تالت مدير فني يجيبوه، مهما ده انتوا لو جبتوا رامبو مسكوا برضه هتخسروا. مفيش، هي ان شاء الله هي ربنا عاوز كده. باللي عملتوه قلت مع كولر، باللي عملتوه بالصفقات الكيديه، باللي بتعملوه مع شوبير والشناوي، بالعقود اللي هي اللي ما فيهاش بركه بين اللعيبه بعضها، والفروقات الكبيره جدا. الاهلي لغايه ايه، انا كده لما بكلمك كده بيدفع 3 مرتبات ل3 مدربين، هيبقى 4، ان غالبا هيمشوا المدير الفني ده. وطبعا انت عارفين ان هو في شرط جزائي لو مشي قبل نهايه الموسم ياخد عقده بالكامل. ما اعرفش هم يا جماعه الناس دي مش بتتعظ، مش بتتعلم من اخطائهم. المهم يعني في شرط جزائي ان الراجل ده لو مشي قبل نهايه عقده هياخد العقد كله. فهيبقى كده هيبقى كولر ومش عارف ايه الطرب ده اللي موجود، والمدير الاسباني اللي قبليهم 3 مع مدير فني الجديد هيبقى 4. احنا لسه هنشوف يا جماعه حاجات لسه ولسه ولسه ولسه. عامه ربنا يكتر من مشاكلهم، وان شاء الله ربنا ينتقم منهم زي ما هم كانوا بيسعوا لتدمير نادي الزمالك. بس الحمد لله ربنا يعني خلى النادي ده عشان خاطر الجماهير، عشان خاطر انا واللي زيي. الجماهير دي احنا هنفضل واقفين ورا النادي بتاعنا لغايه لما النادي يقف على رجله ان شاء الله. واديكم شايفين احنا بربع رجل يا جماعه، ولسه واقفين وبنسد، وهنجيب بطولات، ولسه هنجيب بطولات تاني وتالت ورابع. تخيل بقى احنا لو في استقرار واقفين على رجلينا الاثنين، هنعمل ايه في مصر وفي افريقيا، وهنعمل ايه في النادي الاهلي نفسه؟ هنزعل. بس عامة مبروك للهزيمة النادي الاهلي، ومبروك للغول، ورسالة للغول افريقيا. هو مش غول ولا حاجة اساسا، ده فريق ضعيف جدا، بس هنمشيها غول. حد يعمل كده في الارض يا غول. حلاوتك يا غول، يلا سلام.